ملخص مباراة نادي الهلال الودية اليوم أمام نظيره نادي كومو في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن الاستعداد للموسم القادم موسم 2024-2025. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك جميع مواعيد وملخصات مباراة نادي الهلال السعودي. ودخل نادي الهلال المباراة بتشكيلة في حراسة المرمى ياسين بونو، وفي خط الدفاع حمد اليامي وحسن تنبكتي وخليفة وريان لودي، وفي خط الوسط ناصر الدوسري ومحمد كنو، وفي خط الوسط الهجومي الذي في الخلف سافيتش، وعلى الجناح الأيمن ميشايل، وعلى الجناح الأيسر سالم الدوسري، وفي رأس الحرباء ميتروفيتش. وسجل نادي الهلال الهدف الأول عن طريق اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 25 من صناعة اللاعب سافيتش، وأيضا أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 45 عن طريق اللاعب ميتروفيتش من صناعة اللاعب ميشايل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بفوز نادي الهلال ب2-0. ودخل نادي الهلال الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة، وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 61 عن طريق اللاعب سافيتش. وأضاف نادي كومو الهدف الأول عند الدقيقة 65 لتصبح نتيجة المباراة 3 أهداف مقابل هدف، وأيضا أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 75 لتصبح نتيجة المباراة 3-2. ولكن الهلال لم يجعل النتيجة تنتهي بهذا الشكل، ليضيف الهدف الرابع عند الدقيقة 89 عن طريق اللاعب محمد كنو. وانتهت المباراة بهذه النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين. نشكركم على حسن المشاهدة، دمتم في حفظ الله ورعايته.